وفي قريه صغيره على اطراف الخريطه الكاميرا اشتغلت، والمشهد اللي اسرائيل كانت عايزه تدفنه اتعرض على شاشات العالم كله. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. مسافر يطا منطقه فلسطينيه بسيطه في جنوب الضفه، ناس عايشه من اجيال وبيوت متوارثه، والزيتون بيكبر مع ولادهم. لكن في يوم الجيش الاسرائيلي اعلن المنطقه دي منطقه تدريب عسكري، وقرر يطرد الناس كلها، هدم، تهجير، ومفيش صوت بيتسمع. بس في شاب اسمه باسل كان شايل كاميرا وبيصور كل حاجه، كل بيت بيتهد وكل طفل بيجري من الرعب كان بيتصور. باسل عمل فيلم اسمه نو اذر لاند، فيلم اتصور على مدار 4 سنين من قلب الحدث. كاميرا ماشيه في كل حته ورا البيوت اللي بتتهد، والكاميرا بتسال لو البيت ده مش بتاعنا مين ليه حق يعيش هنا. لما الفيلم اتعرض لاول مره في مهرجان برلين كسب جائزه الجمهور، ناس من كل الجنسيات كانت بتعيط. لكن لما جه يتعرض في امريكا الموضوع اتقلب سياسه، ورئيس بلديه ميامي حاول يمنعه، لكن الناس نزلت وحجزوا القاعه كامله، والسينما نفسها وقفت وقالت الفيلم هيتعرض. ايه اللي حصل بعد الفيلم؟ بدا الاعلام العالمي يتكلم عن مسافر يطا لاول مره، والصحف الاوروبيه كتبت عن التهجير، ومنظمات حقوق انسان دخلت تحقق، والاهم ان الكاميرا اللي كان باسل شايلها طول الوقت بقت اخطر من اي سلاح تاني. نو اذر لاند مش بس فيلم، ده خلى قريه مش معروفه توصل لمسرح الاوسكار، وتخلي قضيه كانت في الهامش تبقى ترند عالمي. السينما لما تحطك قدام الحقيقه بتخليك تسال ان في حاجات كتير جدا بتحصل حوالينا واحنا مش واخدين بالنا، فخليك دايما مستعد، لان ممكن فيلم صغير يغير نظرتك تماما عن العالم. قول لي بقى، هل شفت فيلم حسسك انك كنت غايب عن اللي بيحصل حواليك؟ سيب لي رايك في كومنت واستناني الحلقه الجايه، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف باقي الحلقات.